بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد يطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذا الإصدار جونة العطار. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. جونة العطار. وجونة الليلة معطار تفوق كل جونة عطار، لأنها في خلق النبي المصطفى المختار صلى عليه الله ما غردت حمامة الأيك وغنى الهزار. جونة العطار. إنها جونة لا كالجون، جونة عطار متى استفتحت يفوح منها المسك والعنبر. جونة العطار في زهد وعدل المختار عليه الصلاة والسلام. إنه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الأخرى، وزهده زهده. إنه زهد من خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا يجوع يوما ويشبع يوما. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عرضت عليه مفاتيح خزائن الأرض فأباها وارتدى بالزهد ثم ادرعا، هانت الدنيا لديه فاستوى عنده التبن وإبريز الذهب. هذا زهده عليه الصلاة والسلام، فماذا عن عدله؟ هو بحر ما له من ساحل، شيد العدل وأعلى قدره. القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. أشرقت الأرض من عدله. إنه عادل في أسمى صور العدل مع ربه ونفسه ووليه وعدوه. عدل عظيم خصه المولى به، والله يؤتي العدل من يختاره. عدل مع نفسه الشريفة غاية العدل، لم يدع لها هواها في الحصول على مناها، ولم يحرمها مما به قوامها. إنه عدل من قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. هذا زهده وعدله عليه الصلاة والسلام. تزري أريجا بعرف العود إذ نفحت، أو ريح ورد شذا في رأس نجلاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما المتأمل في زماننا هذا قل فيه الزهد والعدل، وانكشف المستور وبانت الحقيقة، والصبح ما فيه لعين ريبة. استبان سبيل المجرمين، وعلى الأمة أن تحذره، وظهر مكرهم وكيدهم، وعليها بالحزم والحسم أن تبطله، مستعينة بالله إن الله سيبطله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الكفر ملة واحدة يوالي بعضهم بعضا، ولن يرضيهم إلا أن نكون مثلهم كفارا، وإن سالمناهم وهادنا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أمة محمد، لا تأمنن عدوا ولو دنا للمنية، فحية السم تدعى في حالة الموت حية. الصفويون الفرس وأذيالهم من الحوثية والنصيرية وحزب الله وأبي رغال وابن أبي وابن ملجم أعداء الأمة. رسالة من القلب. يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور، يا جندنا في الشام واليمن يا أيها الأبرار، يا من نفضتم عن عزائمنا الغبار، يا من غرستم في فؤاد الفرس رمحا سوف يسقيه المنون بإذن من أنزل نون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل
والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فعلينا بالقوة. إننا قوة، وبقوة الله قوة، بإيماننا قوة، بعددنا قوة، بعدتنا قوة، بوحدتنا قوة، بالحق الذي معنا قوة، بقرآننا قوة والله لا يعدلها قوة، فهو الروح والشفاء والهدى والنور والفرقان والرحمة، ولا عزة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا به. فدستورنا القرآن ومنهجنا سنة المختار. فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام تنعش الروح وتروي القلب ري. هام قلبي في هواها واكتفى بهواها عن هوى هند ومي، وكفاني شرفا أني ما زلت مشهورا بها في كل حي. تجري مع النفس جري الماء في العود، نشوى كأن شربت من بنت عنقود، تزرع النور بأحشاء الدجى وترد العزم في نفس الكليل. جونة الأعطار، ومعناها لا يحتاج إلى بيان. محاضرة لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني. وقبل الوداع خذها لأنها في خلق النبي المصطفى المختار صلى عليه الله ما غردت حمامة الأيك وغنى الهزار. والآن مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره. جعل الأيام دولا بعدله، والعاقبة للمتقين بفضله، وأظهر دينه على الدين كله. نحمده على القدر خيره وشره، ونشكره على القضاء حلوه ومره. أنعم على العاصي بستره، ورزق الكافر مع كفره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أو ذرة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صلوات الله وسلامه عليه ما همت الأمطار وجرت الأنهار، وعلى آله وأصحابه الأطهار، لا سيما أبا بكر صاحب الغار، وعمر فاتح الأمصار، وعثمان شهيد الدار، وعليا قامع الأشرار، والمهاجرين والأنصار، والتابعين الأبرار، ما تعطرت الأفواه بالصلاة والسلام على المختار. صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما بعد، فيا من أحسبهم بدور الغياهب، بحور المواهب، ذوائب الذوائب، ينابيع الهدى وحل النوادي، وأقمار الدياجي والدآدي، ذوي الرتب المنيفات الرواسي، بناة المكرمات على أساسي، أزف لكم ومن أعماق قلبي تحيات جليلات الرواسي، معبقة بأريج الورود، مسربلة بالهنا والندى، ملحنة بالمعاني العذاب، لها ردد البان رجع الصدى، مشجيات يود كل ابن غصن أن أنغامها جرت من لهاته. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزهى من ابن الليل في هالاته، سلاما سما في جحفل الشوق واعتلت أسنته تبغي التقاط الكواكب، يفوح له ند ورند وسوسن يفوق الغوالي في نواصي الكواعب. مرحى نجوم الهدى مرحى، يغدو الظلام بسمتكم صبحا، مرحى أرددها لكم مرحى، ولقد أقول لغيركم برحى. لا وقفت هممكم عند حد، ولا أفاق عداكم من كد، دمتم مدى أيامكم في عافية، ودار من يشنى هداكم عافية. ودام الأمن والإيمان فيكم، دوام شريعة الهادي النبي، عليه من إله العرش أزكى صلاة بالغداة وبالعشي. معشر الإخوة، مما لا يخفى أن العالم الإسلامي اليوم أصبح مسرحا لأحداث كبرى، وملعبا لقوى عظمى عبر وكلاء، فلا تكاد ترى إلا الأشلاء والدماء، جرائم تهتز الجبال لهولها، وينفطر القلب الحديد ويذهل
فكم صبية طارت هناك رؤوسهم وغابت عن الأنظار أيد وأرجل، وأصوات آلاف الثكى لا تزلزل. مآسي الشام لم يشهد مثيلا لها التاريخ أو خطبا ثقيلا يدمرها ويجعلها يبابا لقيط لا تقل هات الدليلا. يموت الناس بالآلاف جوعا وخلف السور ما يعيي العقولا. والقدس نادتنا ونادى المسجد وبها اليهود تجوس ثم تعربد. أركان يا لله تغرق في الأسى والكون يرقبها ولا من يعضد. وبين نارين العراق يا للعراق يذوب الفؤاد الحر مما يرى أسى وتنشق من أهل الضمير المرائر. إذا سكت المظلوم مات بغيظه وإن يتكلم أسكتته البواتر. فلم يرفق هناك بضعف شيخ ولم يعطف على ذات السوار. وما رقت قلوب الفرس لما علت أصوات أغلمة صغار. فرعون لو قيست عليه فعالهم لغدا مسيحا للهداية ينتظر. أما أبو جهل فيخجل عندما تتلى فضائعهم على سمع البشر. وفي اليمن يا لليمن ذيل لأعلاج الفتن أبدلها صابا بمن. خلفوا القرامطة الأولى عاثوا هنالك كالبهائم. أعلنوا الحرب على الحكمة حتى لم يعد يخفي دعاواهم ستار. أكل الثور الذي فيه بياض والذي فيه اسوداد واحمرار. والذي فيه خطوط باهتات لا نراها والذي فيه اصفرار. والذي مشيته فيها ثبات والذي مشيته فيها ازدرار. والذي يحمل قرنين ولكن ما لقرنيه على الرأس قرار. 1000 ثور أكلت حتى سمعنا قصصا ينقلها عنها الحمار. لتتبين الحقيقة الناصعة التي لا تحتاج إلى إثبات أبدا، وهي أن قضايانا لن يحلها أحد سوانا، وأن الأمة التي لا تملك القوة للدفاع عن نفسها لا تستحق الحياة. فالضعيف لا قيمة له ولا حساب، والقوي مهاب يحسب له 1000 حساب. ومرابض الليث الهمام يهابها أعتى الكلاب. من كان في نفسه أرضا موطأة تطأه من كل شيء حوله قدم، ومن تكن نفسه بحرا ترجرجه أمواجه لم يزل يدوي ويلتطم. والتاريخ في حاضره وماضيه شاهد بذا. ما خرج الرومان من بلاد العرب إلا بالقوة، وما طرد الصليبيون وهزم التتار إلا بالقوة، وما خرج المحتل من الجزائر وبلاد الأفغان إلا بالقوة. وشهدت عاصفة الحزم أن أفصح لغة يفهمها العدو هي لغة القوة والقوة الحق. شهدت بذاك خزيمة وكفى خزيمة شاهدا. قالها الحزم أنا ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، خالد ينبض في قلبي وسعد. قائلا قبل وبعد لا يقيمن على الضيم الأسد. حرك البلبل عطف ربوة كان فيها البوم بالأيك انفرد. غرد البلبل من عالي الغضاء إنما بالسيف من جد وجد. والسيف منطقه قوي أبلج، والقول دون السيف مزر أعوج. ولقاء خصمك بالسيوف حصانة، ولقاؤه دون الأسنة محرج. الحزم قال لإبليس وراجيه ما زال للبيت رب يا أعاديه، من كل أبرهة في الدهر يحميه. يا لآما من لآم غركم منا أنات وتغاض وتحامي، ليس إطراق أسود الغاب إطراق النيام. كلنا يا فرس سعد في الوغى، كلما عدتم أعدناها فتية. واذكروا أرماث من قبل ويوم القادسية، إننا أهل الحمية ليس نرضى بالدنية. عرب ويخزى كل أعداء العرب، عرب خلقنا في الأنام لننسخ ظلم الطغاة وجهل عباد اللهب. متى قامت الحرب كنا رجالا إلى الحرب أرسخ من طور سينا. ترانا عليها نشاوى كأن شربنا بها خمرة الأندرين، وفي جانب العز كأس المنايا وجدنا بها لذة الشاربين. ونتلف أموالنا في المعالي ولسنا عليها من الآسفين. إذا لم يبق منا غير حر أعدنا باطل الدنيا صوابا. فليعل نار الفارسي رمادها، النار بعد اليوم لن تتلقحا. كم عربد الإيوان في جبروته، حتى إذا بيض الصوارم عربدت في ساحتيه وفوق سدته صحى. ويا رب راء نفسه ليث غابة، ولكنه عند الكريهة ثعلب. ولا غرو إن الفار يرتع خاليا،
فإن لاح طيف الحزم فالجحر أنفع. وما زال طيف الحزم يملي ويرقم، ألا إن حكم السيف حكم مسلم. ومن يبغ حقا دون سيف فإنه كحالب تيس بالأباطيل يحلم. وما زال برق الحزم يحدو بجنده، يا حماة الدار أنتم أهلها وسواكم حاميا ليست تريد. إنني أبصر سعدا بينكم وصلاح الدين ذا وابن الوليد، عبق التاريخ في أردانكم أشعل الشريان مني والوريد. قائلا لابن العهاري عد لبيت النوبهار، الشام بغداد صنعاء تلعنكم وتلعن رستما وتصيح ثاري. أين المفر ولا مفر وهذه أسد البراري. قد عاد سعد والمثنى والغفاري، وسراقة الموعود يهتف أين يا كسرى سواري. وهفت بنا الذكرى إلى ذات السلاسل والمذاري، عدنا فعودوا مثل ما كنتم ولوذوا بالفرار. أو فاثبتوا حتى تصيروا جيفا في ذي الصحاري. ليس في ساحل وغى منزلة للذي يبغي لقانا بين بين. إننا قوة وبقوة الله قوة، بإيماننا قوة، بعددنا قوة، بعدتنا قوة، بوحدتنا قوة، بالحق الذي معنا قوة، بقرآننا قوة والله لا يعدلها قوة. فهو الروح والشفاء والهدى والنور والفرقان والرحمة، ولا عزة ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا به. ولن نجد وصفة للقوة أبلغ من عباراته القرآنية. اعتصموا ولا تفرقوا، وأعدوا ولا تنازعوا واصبروا، وكتاب ربي لا يزال كعهده، ومعاشر القراء في المحراب. إنه القرآن ما يبلى على طول ما يبدو كبدر الألق، إنه الفرقان ما يخبو على ما يجلي من دياج الغسق. فإلى أخلاق القرآن في سيرة وشمائل من خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. تنعش الروح وتروي القلب ري. هام قلبي في هواها واكتفى بهواها عن هوى هند ومي. وكفاني شرفا أني ما زلت مشهورا بها في كل حي. تجري مع النفس جري الماء في العود، نشوى كأن شربت من بنت عنقود. تزرع النور بأحشاء الدجى وترد العزم في نفس الكليل. فمن نفح إلى عرف وإيماض وإكليل، مع رضاب ثم زرياب وجاد، يلنجوج ووطفى والعرار. بالأمس أدعوكم لشم المندل، والنفح منه على مشارف جرولي. واليوم أعرض جونة العطار، عذراء ترفل في ردى معطار. تزري بعرف بشامة وعرار، والورد والكاذي ونشر الغار. والمسك في فاراته والند في أحقاقه، والروض ذي الأنوار. يسعى لها من مصرها وعراقها وحجازها والشام دون تماري. وبحبها قد أفصحت أدباؤنا من سوس الأقصى إلى الأنبار. والسر في ذا الحب قطعا أنها نفحت ببعض شمائل المختار. صلى عليه الله ما نم الصبا بشذا رياض الزهر في الأسحار. أو غنت الورقاء من طرب بها وترنمت بخمائل الأزهار. جونة العطار، ما جونة العطار. وصف جابر بن سمرة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسح بها خده بقوله: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجت من جونة عطار. ومعناها لا يحتاج إلى بيان، كشف البديهيات إهدار لفهم المدركين. وجونة الليلة معطار تفوق كل جونة عطار، لأنها في خلق النبي المصطفى المختار. صلى عليه الله ما غردت حمامة الأيك وغنى الهزار. جونة تقول: الفضائل حلائل والرذائل خلائل، تالله ما نجد الحياة سعيدة إلا ببعث مكارم الأخلاق. والناس إن فسدت خلائقهم فقد فسدت حياتهم على الإطلاق. جؤنة تقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا ما قال قال الله شخص تطأطأ عند ذا شم الجبال، وإن قال الرسول يقول هذا فقد طاحت أقاويل الرجال. ومن وجد الحقيقة وهي حق فقد بطل التمسك بالخيال. جونة تتحدى أيها الناحت من صخرتنا لا تحاول أن تراها صخرتين. وتنادي العقلاء الغفلوية: أيقظوا النخوة واستدعوا الحمية، وابعثوا في الناس روحا أريحية، وقفوا في الخطب صفا ليس فيه ثغرة تنفذ منها الفوضوية. حاول الأعداء زرع الفتنة فتلاشت تحت تلك اللحمة. أرادوا فرقة فغدت وئاما، ومهما حاول الباغي خرابا سنبقى في تلاحمنا سنين بإذن الله رب العالمين. جونة تقول: يمن التاريخ والمجد المؤثل
وشآم العز والفأل المجلل، حطموا الباغي الذي بالحقد أقبل، علموا الأعلاج درسا من إباء وصمود يصنع النصر المؤمل، وابعثوها كل يوم قادسية، واصفعوا كل خميني الطوية، وعلى الله فتوكلوا وثقوا بالله ثم اعتصموا. لم يبق للظالمين اليوم من وزر إلا أنوف ذليلات ستنحطم، إن اللصوص وإن كانوا جبابرة لهم قلوب من الأطفال تنهزم. جونة تقول: إذا الدعي توارى خلف أقنعة وما ترجح أمر في بواطنه، فاذكر له سنة المختار مختبرا ما يعتري وجهه أو رد لاسنه، إن هش أو بش فاعلم طيب معدنه، وإن تجهم فابصق فوق مارنه. وهي مع ذا سمام وسلام وعلقم، وجيش بيان عرمرم على كل مبرسم مذمم أو خم، أرذل أنذل عابث خنابث في حمير الناس إن كان من الناس يعد، قذر نجس دار انطفس تفل دنس، دعي لئيم ذميم زنيم، يحاول النيل من جناب العلي العظيم ومقام ذي الخلق العظيم وثواب الدين القويم، وكل صحابي وتابع كريم، قائلة لابن الخنا: يا ابن الخنا إلى وراء لا تعترض ليث الشرايا أسقط الناس ويا أنذلهم بلا مراء، اخسأ لا أيها الطياش والنازق، وانهق فكل حمار رافس ناهق، إن الحمار الذي لا يرعوي أبدا عن غيه سنراه في غد نافق، يا وسخا في ظفر وقذاة في شعر، أتظن أني عاجز عن هجوكم، وسيوف هجوي ماضيات وامضة، وجيوش لفظي خافضات رافعة، وشياه عرضك عند ذئب فصاحتي لا تستطيع لها الجموع مداحضة، بارود طبعي في بنادق حدتي، ورصاص هجوي قاتلات قارضة، لا مهرب لا ملجأ لا مفزع، العير مع أسد الشرى ما يصنع، خذها حروفا كأهاضيب الديم، لا عز منا اليوم من ألقى السلم، يا ثور من غير ذنب ويلك يا مرخي الغبب، يا جاثيا على الركب وكل من جاء ركب، تبت يداك مثل ما تبت يدا أبي لهب، فما يضاهيك سوى من همها حمل الحطب، يا أرذل القوم اللئام كفى كفى، واهنأ بوصف جاء من خير الإساء، وصفوا لكم ماء الكلاب ترشفا قبل المنام، وبعد ذاك تغطسا، وعقيب ذلك أن يكون غذاؤكم مما هنأن تمعلكا وتمعلسا، لو أن ذرة روث كلب أجرب قيست بكم كانت أعز وأنفسا، فما أنت إلا كليب الكلاب ولا يحسن الكلب إلا هريرا، ومن ظاهروك فهن البغال أشبهن آباءهن الحميرا، من لامني في هجو ذا الحقير وقال ذا أقل من نقيري، أقل له مهلا وكن عذيري، كم صارم جرب في خنزيري، وذا عرض عواءة غاوية، ولم أهجه به جائي له ولكن هجوت به القافية، متى اضطر الشريف إلى كنيف فليس عليه إذ يأتيه عار، يا أحمق من رخمه وأرقع من رمكه وأخور من بقرة، من أمه معرفة لكن أبوه نكرة، أي حشرة أي بعرة، لست تضر شامخا رميته بشعرة، أعواء يعبأ الليث به من كلاب أو طنين من ذباب، وهل على أنجم الخضراء منقصة إن عابها من حصى الغبراء منجدل، فلا وربك لا يزري بشمس ضحى، أعابها الجدي أم قد عابها الحمل، وأين قعر الثرى من قنة الجبل، وأين الجهام من الماطر، وأين الحضيض من الفرقدين، وأين الخبيث من الطاهر، إنه رسول الله وخير خلق الله، فعلى جميع الخلق ربي فضله، ما تم حقا للورى ما تم له، أضحى بكل المكرمات متوجا، وعداه أضحت كالقضايا المهملة، ما زال يرقى نوره وضياؤه حتى أناف على أنوف السنبلة، ساد الورى طفلا وكهلا وفتى، تفديه نفسي من شفيع للورى، وقلت النفس له مني فدا، فهو خليل الله مذ قربه، والله ما ودعه وما قلى، أكرم مبعوث لخير أمة فضلها الله به على الورى، وهو الذي أنعشنا من بعد ما قد يبس الغصن وأذواه الصدى، صلى عليه اللهم وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. جونة تقول: أيها الداعي إلى المولى تعالى، لا تقل أفعل إلا أتبع القول الفعال، من كان فعله دون قوله فهو كمن يمحو بيسراه ما يكتبه بيمناه، أو كالآل يجهد ظمآنا ييممه، والماء في مصر والظمآن في حلب، والسحب تجري جهاما وهي قائلة ما كل ضرع به در لمحتلب، إنها جونة لا كالجون، جونة عطار متى استفتحت يفوح منها المسك والعنبر، خطرت عبر الفضاء الأرحب تتباهى بشذا خلق النبي،
خلق ما سمعت في مشرق مثله أذن ولا في مغرب. سحر هاروت وماروت إلى حسنها اجتاز دروب الحقب. صح معتل الهوى في ذكرها عللاني بهواها عللاني، ففي قلبي محبتها التي لا يعبر عن حقيقتها لساني. جونة العطار في زهد وعدل المختار عليه الصلاة والسلام. زهده ما زهده، يقايس بين الناس حتى إذا انتهى إلى زهده القياس طاح المقايس. له رتبة في الزهد ليست لغيره، تسامى بها فوق السهى والفراقد أحن إلى أخراه من أم واحد. إنه أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الأخرى، وزهده زهده. إنه زهد من خير بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يجوع يوما ويشبع يوما ويقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. إنه زهد من لو أراد أن يجري الله معه جبال الذهب والفضة لأجراها لكنه أباها. زهد من عرضت عليه الدنيا وتزينت له فقال ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. زهد من علمنا أن من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. زهد من أيقن أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وأنها أهون على الله من جدي أسكى ميت على أهله، وأن قاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. زهد من عرضت عليه مفاتيح الخزائن فأباها وارتدى بالزهد ثم ادرعا، هانت الدنيا لديه فاستوى عنده التبن وإبريز الذهب. إنه زهد اختيار لاضطرار أبدا، فقد عرضت له الدنيا فجافاها وما بال. أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأحلت له الغنائم، وفتحت عليه في حياته جميع جزيرة العرب، وجلب إليه من الأخماس والجزية والصدقات ما لا يجبى للملوك إلا بعضه. وأهدت له ملوك الأقاليم أثمن الهدايا فأغنى أمته بها وما استأثر بشيء منها، فقد ألف الإيثار وهو ربيبه، وهل تألف الأغيال إلا أسودها، وما افترقت نحاة نداه إلا سعى في جمعهم جمع السلامة. يقسم في حنين على الأصحاب والمؤلفة قلوبهم 4000 أوقية من الفضة ولا يحوز منها درهما، ويوزع عليهم من الإبل 24,000 ومن الغنم 40,000 ولم يأخذ شاة واحدة منها. وأتاه مال من البحرين فقال انثروه في المسجد، فما قام من المسجد وثم درهم منها. كل فرد من عطاه اغترفا، وهو بالله عن الخلق غني. للعيد يوم من الأيام منتظر، والناس في كل يوم منه في عيد. لولا التشهد لم تسمع له لا. استقبل أحدا يوما قائلا يا أبا ذر، ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 وعندي منه دينار، إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه. به الله زان الندى والعلا، كما زان بالنيرين الفلك، فما زال كالشمس في برجها وكل البروج لها في فلك. لقد كان الزهد شعاره ودثاره في كل شؤونه، في مسكنه وفراشه وملبسه وطعامه وشرابه. وقد عرضت كنوز الأرض طرا عليه فلم يسو بها قلامة. يدوس بزهده قدم الثريا ولا يرضى الهلال له قلامة. مسكنه حجرات متقاربة الأطراف من لبن وطين، سقفها من جريد يناله الغلام بيده. فيها تجد بحر زهد عند بحر تقى، ففز لدى مجمع البحرين بالدرر. تزهى الملوك بدورها ونبينا تزهى به الدنيا، فكيف الدور؟ صلى عليه الله ما أرسى بموضعه ثبير. فراشه الذي ينام عليه من جلد حشوه ليف، وكذا وسادته. رآه عمر على حصير قد أثر في جنبه فبكى. ما يبكيك يا عمر؟ قال كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله في المكان الذي أرى. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر بلى. هيهات أين من الصقور أباغث يوما، وأين من الأعالي السافل. قال له ابن مسعود حين رأى أثر الحصير في جنبه لو اتخذنا لك وطاء. قال ما لي وللدنيا، والحال للدنيا أبيت، فلها الوهاد وليس لي إلا مع العيوق بيت. ووضعت عائشة على الباب نمطا ساترا بعد خروجه في غزاه، فلما قدم وراءه عرفت في وجهه الكراهية، فهتكه وقال ما معناه؟
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الطين والحجارة، وفي لفظه ما تلوذ البروق بصيبه عند بخل الغمامة. ملبسه ما ملبسه، يلبس ما تيسر له، يلبس الجبة والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل والبرود اليمانية، يلبس الصوف تارة والقطن تارة، يلبس الناعم الجميل تارة فيرى في حلة حمراء لم ير شيء قط كان أحسن منه، ويلبس الخشن والغليظ تارة فيقبض في كساء ملبد وإزار غليظ كما أخبرت عائشة، ويقسم أقبية الديباج المنسوجة بالذهب على أصحابه، فذا زهده مثل ما تسمعون، تزول الجبال وما إن يزول، صلى عليه اللهم وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. طعامه ما طعامه، لقد دعا وهو المجاب دعاؤه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فما شبع من خبز حنطة 3 أيام تباعا حتى فارق الدنيا، وما شبع من خبز شعير يومين متتاليين أبدا، وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين حتى لقي الله تعالى. يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، لا توقد النار في بيته 3 أهلة، يأتي عليه وعلى آله الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا، وكانوا يخرجون الكراع بعد 15 يوما فيأكلونه. ثبت عند مسلم أن أبا طلحة رضي الله عنه رآه في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وقد عصب بطنه، فأتى أم سليم وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب ظهرا لبطن وأظنه جائعا، فهل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، إن جاء وحده أشبعناه، وإن جاء معه آخر قل عنهم. فأرسلوا له أنسا فقال له في استحياء: يا رسول الله أجب أبا طلحة. فقال لمن معه وكانوا 80: قوموا، فقاموا معه، وقدم الطعام له فوضع يده عليه، ثم سمى ودعا بالبركة، فأكل 80 جميعا حتى شبعوا، ثم أكل هو وأهل البيت حتى شبعوا، وفضلت من ذلك الطعام فضلا، بركات بهرت كل الورى، وسرت أخبارها في كل حي، فعليه الله صلى كلما هيج الشوق بريق من كدي. وأتت عليه 30 من بين يوم وليلة ما له من طعام يأكله ذو كبد سوى ما يواريه إبط بلال، ورؤي يلتوي وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. قصده ضيف جائع يقول: إني مجهود يا رسول الله، فأرسل إلى أبياته كلها وكان الجواب واحدا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. خرج يوما من أبياته جائعا، فلقي الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. وحسن الألباني رحمه الله أن كعب بن عجرة رضي الله عنه رآه يوما متغيرا، فقال: بأبي أنت وأمي ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3، قول تهون به الدنيا وما فيها. مضى كعب إلى أحد اليهود فسقى إبلا له بتمرات كل دلو بتمرة، ثم أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها، وحال كعب وحالي وحالك أفديك بالنفس والدنيا وما فيها، والأهل والناس قاصيها ودانيها. هكذا عاش صلى الله عليه وسلم الزهد راغبا مختارا، وإلا فهو أكرم على الله من أن يحوجه إلى طعام أو شراب لو أراده، وهو من إذا واصل صيامه أطعمه الله وسقاه. ثم فتح الله عليه خيبر وغيرها وحاز الغنائم العظمى، ولم يزل حاله: مالي وللدنيا يبغي من الأخرى المكان الأرفع. تلذذ بالزهد إذ غيره تلذذ بالمال والأطعمة، صلى عليه اللهم وابن هما وما نجوم زينت وجه السماء. وكان من هديه في طعامه كما أخبر ابن القيم في زاده: لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. إن قرب له شيء من الطيبات أكله، وإن عافته نفسه تركه. أكل الحلوى والعسل والرطب والتمر ولحم الجزور والضأن والدجاج والأرنب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد. شرب اللبن خالصا ومشوبا. الزهد عنده لا ينافي الأكل من الطيبات التي أباحها الله لعباده. فبإسناد جوده الأرنؤوط يقول مولاه أبو عبيد رضي الله عنه: طبخت قدرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه الذراع،
فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته الذراع الأخرى، ثم قال ناولني الذراع. قلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يهفو لها القلب والأحشاء تضطرب، منها ثملت وما شربت القرقفا صلى عليه اللهم وابننا. هكذا كان يصيب من الطيبات عند وجودها ويتوق إليها لندرة الحصول عليها. يؤتى له بالشاة المصلية فيحتز بالسكين منها، ويذهب إلى بئر عذبة لأبي طلحة فيشرب منها، ويؤتى له بالماء من بئر السقيا على أميال من المدينة عند طرف الحرة كان يستعذب ماء، يتمتع بالطيب متى ما تيسر له في غير سرف ولا مخيلة، ويقتصر أحيانا على ما تدعو إليه الضرورة. يأكل ما قدم له بإدام أو بدونه، إن وجد تمرا دون خبز أكله، أو لحما أكله، أو خبز شعير أو بر أكله، أو عسلا أكله، أو لبنا دون خبز شربه، أو خلا ائتدم به ومدحه. يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، وما عاب طعاما قط. شمائل يجتليها السمع والبصر، كأنما هي عين زانها حور. من فاته العين منها ناله الأثر. صلى عليه اللهم وابل هما وما نجوم زينت وجه السماء. نفقته ما نفقته. صحح الألباني أن بلالا سئل كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما مختصره، ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه مذ بعثه الله إلى أن توفى، وكان إذا أتاه ذو حاجة أمرني أن أستقرض له فأطعمه وأكسوه. فقال رجل من المشركين يا بلال إن عندي سعة من مال فلا تقترض من أحد إلا مني، ففعلت واقترضت منه. وفي ذات يوم وقد توضأت وقمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك قد أقبل في عصبة من التجار، فلما رآني تجهمني وقال لي قولا غليظا، قال يا حبشي أتدري كم بينك وبين الشهر؟ إنما بينك وبينه 4، ثم آخذك بالذي عليك فأردك عبدا ترعى الغنم كما كنت من قبل. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. ولما صليت العتمة استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت بأبي وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي به عني ولا عندي وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي به عني. قال ثم خرجت حتى أتيت منزلي وجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول وأردت الانطلاق إذا بداع يدعو يا بلال أجب رسول الله. فانطلقت فأتيته فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن من طعام وكسوة، فاستأذنت عليه فقال لي ما معناه؟ أبشر فقد جاء الله بقضائك. ألم ترى الركائب المناخات 4 قد أهداهن لي عظيم فدك، فاقبضهن واقضي ما عليك. قال ففعلت وقضيت ما علي، ثم انطلقت إلى المسجد فإذا هو قاعد فسلمت عليه وقلت قد قضى الله كل شيء كان على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أفضل منه شيء؟ قلت نعم. قال فانظر أن تريحني منه، فلست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى العتمة دعاني ما فعل الذي قبلك يا بلال؟ قلت هو معي لم يأتنا أحد، فبات في المسجد حتى إذا صلى العتمة من الغد دعاني ما فعل الذي قبلك؟ قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وذلك المال عنده. ثم انطلق إلى نسائه فسلم عليهن امرأة حتى انتهى لمبيته، وحاله ما التذ بالنوم أو ناله من عشقت راحته ما له. دخل يوما على أم سلمة رضي الله عنها ساهم الوجه متغيرا، فحسبته وجعا وسألته ما الذي جرى، فأخبرها أن قد أتاه 7 دنانير بالأمس ما قسمها، فما نام ليلته تلك حتى قام وقسمها. إن سار الزهد أو حل وقف. لقد بقيت الوسائل في حياته في وضعها الصحيح لا تعدو أن تكون وسيلة، ولم ترق يوما لتصبح عنده غاية. ولذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفاقة، ويدخر لمن تلزمه نفقته من أهله وخدمه ومواليه قوت سنة، ولا يدخر شيئا لنفسه، وربما أخذ ما ادخره لهم ثم عوضهم عنه.
ولذا مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على شعير اقترضه قوتا لأهله. ولما فتح الله عليه وجاءته الأموال مما أفاء الله عليه اختار لفاطمة ابنته وبضعته ما اختار لنفسه. أتاه سبي فسألته خادما فآثر بالسبي أهل الصفة ودلها على ما هو خير لها منه وهو ذكر الله، فلقي الله وما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وقد ملك من أقصى الحجاز إلى عذار العراق ومن أقصى اليمن إلى بحر عمان، وهو كما قال الماوردي أزهد الناس فيما يدخر وأعرضهم عما يحتكر، ما حفر نهرا ولا شيد قصرا ولم يترك لأهله متاعا ولا مالا، لا تحريما لطيبات الدنيا بل تنزيها لهم عن أن يكونوا أسرى للذاتها فحالهم حيالها. إنما زخرف الحياة سراب والتقى واحة وظل مديد، ما لنا بعد موتنا منه إلا كفن عن قوامنا لا يزيد. من استغنى وفي كفيه بدر أيطلب في دجى الليل الهلال، ومن بذر الجبال بنى علاه أينزل عنه كي يبني الرمال. مذهبه خذ ليس قول هاتي، أربى على كل من بارى ومن جارى، يمضي مضارع أفعال المكارم من قبل الجوازم، يخشى دركها الثار في عفة أودعت نفسا زهادتها، تصير الذهب الإبريز أحجارا. علمنا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي أن الدنيا ما هي إلا قنطرة، من وضعها تحت قدمه وبذلها فيما أمر به اجتاز بها إلى دار الكرامة، ومن وضعها فوق رأسه كانت حظه ونصيبه واجتاز بها إلى مصيره الذي يستحقه، وتعس عبد الخميصة. وعلمنا أن الزهد في الدنيا لا يعني التخلي عنها، بل هو إخراجها من القلب وإن كانت في اليد بحذافيرها، فإذا ما رأى مرضاة الله تتحقق ببذلها بذلها، وهو بما في يد الله أوثق مما في يده منها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعلمنا أن المال الصالح نعمة وفضل على العبد إن لم يشغله عن حق أو يلهه عن ذكر، وأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على العبد، وأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة على الخلق، وأن العبد لا ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا كان له أجر. وعلمنا بأبي هو وأمي أن الزهد في مضمونه انصراف الرغبة عن شيء إلى ما هو خير منه. ذبحوا شاة ثم وزعوها، فقال لأهله ما بقي منها؟ قالوا ما بقي إلا كتفها. قال بل بقي كلها سوى كتفها. وأتى يوما بيت فاطمة فرأى على الباب سترا فلم يدخل عليها، فقالت ليأمر فيه بما شاء، فأمر أن ترسل به إلى أهل بيت فقراء. وقال يوما أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، مواقف فحواها والآخرة خير وأبقى. فالشاة بقي منها ما وزع على الفقراء لأنه استقر في الباقية الأخرى. وستر فاطمة لو بقي في الدنيا سيبلى، أما وقد سدت به حاجة مسلم فقد استقر رصيدا في الأخرى. ومال العبد حقا ما بذله ابتغاء مرضات الله في حياته الدنيا، وأما ما يبقى بعده فقد أضحى لغيره ملكا. فالزهد في هديه سلوك إيجابي يدعو إلى البذل والعطاء، واليد العليا عنده خير من اليد السفلى. وأهون مخزون هي الدنيا، فلو نلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منها الوطر. فلا تنس يوما تسجى على سريرك فوق رقاب النفر، وقدم لذاك فإن الفتى له ما يقدم لا ما يذر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولي ولك أسوة في المصطفى محمد أزهد من على الأرض مشى، وأجود من أعطى العطايا وحثى. فليس للدنيا محل عنده ولا ينيل المال إلا بالحثى. صلى عليه الله ما هب الصبا، واستقبلت أودية غيث السماء، واهتز غصن في الحدائق وانثنى. عدله صلى الله عليه وسلم ما عدله، هو بحر ما له من ساحل. شيد العدل وأعلى قدره بعدما أصبح أطلال الرمامة. ولكم قامت على عدل له حجج كالشمس ما عنها غطي، وبآيات له قد أسلمت عدن الخير وصنعا والعدين. عدل في الغضب والرضا فما ظلم أحدا، وما جار في حكم أبدا.
لو صور العدل تصويرا على رجل ما كان إلا هو أوصافا وتصويرا. العدل غريزة فطره الله عليها وزادها الوحي ترسيخا وتثبيتا. يتحرى العدل أن كان لا يتعدى العدل يبغي أربا ولم يعر غيره سمعا ولا بصرا. شهد في حداثة سنه مع عمومته حلف الفضول لنصرة المظلوم فأعجبه، وقال عنه بعدما الله بعثه: لقد شهدت مع عمومتي حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. نشتم نشر عبيرها فكأنما نشتم من روض العباهر نرجسا، ومن أصغى للفظ فيه يتلى فليس تشوقه غزلان رامة، وما برحت في كل معضلة له مناقب تروى بين باد وحاضر. يسبى زيد بن حارثة ويباع صبيا في 8، ثم يوهب من حكيم لعمته خديجة فتهديه لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينعم في رعايته وكريم صحبته، وأمه هناك ترسل الدمعة تلو الدمعة والزفرة تلو الزفرة، ما تدري أحي فترجوه أم ميت فتيأس منه. وأبوه يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ في الحنين له أحرفا من دم. بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ تذكرونيه الشمس عند طلوعها وتعرض لي ذكراه إذ أقبل الطفل. سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي، فكل امرئ فان وإن غره الأمل. وجاء الخبر بأن زيدا بمكة عند محمد بن عبد الله، فقدم حارثة وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالا: ما فحواه يا ابن عبد المطلب يا ابن سيد قومه، قد جئناك في ابننا زيد فأحسن إلينا في فدائه. قال: أو خير من ذلك؟ أدعوه لكم فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقال: أنصفت وزدت على النصف. فدعاه وقال: من هذان يا زيد؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال له: قد خيرتك، إن شئت ذهبت معهم وإن شئت أقمت معي. فأعلنها تستنشق الروح عطرها وشنف منها كل سمع مهذب قائلا: ما فحواه بل أقيم معك وأقسم لو خيرت بين فراقكم وبين أبي لاخترت ألا أبا لي، فلست بساليكم ولست بتارك رباعكم ما دام أركان كبكبي. فقال: ويحك، تختار العبودية على الأهل والعشيرة والوالد والعم؟ قال: هو الوالد والعم، إني رأيت منه شيئا ما أنا بالذي يفارقه أبدا أو يختار عليه أحدا. لا أقال الله لي من حبه بيعة يوما ولا فكرهونا، تمازج حبه بدمي ولحمي ومخي ثم خيم في فؤادي. فرضي وعادا، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعدل والفضل شهد. فأبو القاسم خير العالمين، رحمة عم بها الله الأنام. لو سمى العدل لأقصى غاية كان للعدل سناء وسناما، وما راء كمن سمع. القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له. ما استنصره مظلوم فخذله. قدم الإراشي بإبله إلى مكة فاشتراها أبو جهل ثم مطله، والرجل غريب لا ناصر له. فوقف على ناد من أندية قريش يستنصرهم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فقالوا له: اذهب إلى ذلك الجالس فإنه ينصرك عليه. يريدون إحراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يعتذر وفي ذلك إضعاف لموقفه في دعوته، وإما أن ينهض معه ويتلقى الرد القاسي والمعاملة العنيفة من عدو الله. أخذ هذا الرجل بمشورتهم وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف أنه نبي، وقال له: يا عبد الله، إن أبا الحكم غلبني على حق لي قبله، وقد سألت القوم النصرة فأشاروا إليك فخذ لي حقي منه. فنهض معه لا يبالي بما يواجهه، فأمر الملأ رجلا منهم أن يتبعه وينظر صنيعه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال: من؟ قال: محمد، فاخرج إلي. فخرج وما في وجهه روح قد انتقع لونه، فقال: أعط هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل وخرج إليه بحقه فدفعه إليه،
ولا غرو أن صال ليث الشرى فراغ مخافته الثعلب. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي الحق بشأنك، فأقبل على نادي قريش قائلا جزاه الله خيرا فقد والله أخذ لي حقي. وجاءهم الرجل الذي بعثوه فقالوا ويحك ما رأيت؟ قال رأيت عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه، فقال أعطه حقه فأعطاه. ثم ما لبث أبو جهل أن قدم فلاموه على ما كان منه، فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته حتى ملئت رعبا وخرجت إليه، وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. يسير وتصحبه دائما جيوش من الرعب لا تحسب، مشاهد أخرسني لفظها فما لي لسان به أعرب. يقيم الحد على الشريف كما يقيمه على الضعيف، فالناس لديه سواسية، ولذا هابته الملوك والجبابرة. لما شفع أسامة في شأن فاطمة المخزومية غضب وتلون وجهه وأقسم على إقامة الحد حتى لو كان على أعز أهله، على ابنته فاطمة التي وافق اسم السارقة اسمها، فضرب المثل بها قائلا ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، دبت كمثل دبيب الروح من جسدي وفي مجاري عروقي والشرايين، وأشرقت الأرض من عدله فلم يبق في أفق غيهب. إنه عادل في أسمى صور العدل مع ربه ونفسه ووليه وعدوه، عدل عظيم خصه المولى به، والله يؤتي العدل من يختاره. تجلى العدل فيما بينه وبين ربه في أجلى صوره، يوم آثر حق الله تعالى على حظ نفسه وقدم رضاه على هواه، فكان يصلي لبيت المقدس مع أن الكعبة هواه، فأكرمه الله ووجهه لما يهواه. حتى قالت أم المؤمنين عائشة في موقف مشابه ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يا رسول الله، كأن شذاها شذا روضة وإلا فرائحة من بشام. عادل مع نفسه الشريفة غاية العدل، لم يدع لها هواها في الحصول على مناها، ولم يحرمها مما به قوامها. إنه عدل من قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، بل عدل من أمر من انقطع شراك إحدى عليه أن يخلع الأخرى قائلا لينعلهما معا أو يحفهما معا، تزري أريجا بعرف العود إذ نفحت أو ريح ورد شذا في رأس نجلائي. أنصف من نفسه وبذل العدل والفضل لأهله وصحبه وجنده مع عظيم قدره. حسن الألباني في الصحيحة ما معناه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف يوم بدر إذ رأى سواد بن غزية رضي الله عنه مستنتلا عن صفه يعني متقدما، فطعنه بقدح كان في يده في بطنه قائلا استوي يا سواد، فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وأمره أن يقتص منه، فاعتنقه سواد وأكب على بطنه يقبله، وحاله بأبي وأمي ما أطيبه ما أحسنه، جميعه محاسن من ثغره إلى القدم، وكل عضو حسنه يقول للقلب هلم. ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، وتود كل جوارحي من حبكم أن كن من شوق مكان شفاهي، ليس اعتناقي وإن أوفت بلاغته مترجما عن جوى ما بين أضلاعي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفحني بصوت في يده نفحة وقال بسم الله أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما بليلة كما يعلم الله أقول أوجعت رسول الله، فلما أصبحنا وإذا رجل يقول أين فلان يناديني باسمي، قلت هذا والله مما كان بالأمس مني، فانطلقت وأنا متخوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي ما معناه يا هذا؟ إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك بالصوت نفحة، وهذه 80 نعجة خذها بتلك النفحة، لها نغمة في السمع أحلى من المنى وأعذب من ألحان صوت البلابل،
عرفها عرف لطيم وبشام وسناها فاق ضوء النيرين. لقد كان آية من آيات العدل مع أهله، فهو خير الناس لأهله. بنى لكل امرأة حجرة وأنفق عليهن بالسوية، وبات عند كل واحدة ليلة، مع أن الله فوض إليه ذلك وخيره. قل يوم إلا وهو يطوف عليهن امرأة ثم يبيت عند من تكون لها الليلة، ويعتذر إلى الله من ميل قلبي لا يملكه. لم يفرط في شيء من ذلك حتى في مرض موته، كان يدار به على نسائه، وعلم نساؤه أنه يحب أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فبقي فيه حتى لحق بربه، عليه أزكى صلوات ربه وصحبه وآله وحزبه. عادل لم يجعل الله له فيها عديلا، ولم يكن عدله على المسلمين قاصرا، بل نال الكفار منه نصيبا، فحذر من ظلمهم وانتقاص حقوقهم، وجعل نفسه خصما للمعتدي عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. عم البرية عدله، فوليه وعدوه لا يظلمون فتيلا. صحح الألباني ما مضمونه: كان ليهودي 4 دراهم على ابن أبي حدرد الأسلمي، فاستعدى اليهودي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا محمد، إن لي على هذا 4 دراهم وقد غلبني عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: أعطه حقه. قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، وقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر، فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضي. فقال: أعطه حقه. وكان إذا قال 3 لا يراجع صلوات الله وسلامه عليه. عندها خرج الأسلمي إلى السوق على رأسه عصابة، وقد اتزر ببردة له، فنزع العصابة عن رأسه فاتزر بها، ونزع البردة فقال: اشتري مني هذه البردة، فباعها منه ب4 دراهم، وقضى ما عليه، ومضى قرير العين حاله. قد عز والله من للحق يمتثل، من ذا الذي لضياء الشمس يختزل. وقتل مسلم بخيبر وهي أرض يهود، والاحتمال الأكبر أن يكون القاتل من اليهود، ولما لم تكن هناك بينة لم يعاقبهم، بل طلب منهم الأيمان على أنهم لم يقتلوه، ثم قام فتولى دفع الدية بنفسه لئلا يطبق على يهودي حد فيه شبهة. فما رأت العوالم مثله في بني الإنسان من سام وحامي. ساس أقواما فساسوا أمما بيد الإنصاف في حزم ولين، وقضى فيهم بشرع قيم، فأراهم كيف يقضي العادلون. عدل إذا ما قسته بسالف أو من خلف، قصرت دون مداه تقصير الحروف عن الألف. إنه عدل من أمر بالعدل، وأمرت لأعدل، ومن أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إنه عدل من ظل يرجو أن يلقى ربه وليس أحد يطلبه بمظلمة. عدل يعلو هامة كل ربوة، ينادي: يا أيتها الأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة لم يفز بها قط إلا من اتقى. صلى عليه الله ما وابل هما وما نجوم زينت وجه السماء. وبعد إخوتي، هذا نبي الله ما عرفت البرية أزهد في الدنيا منه، وما دب على الأرض من هو أعدل منه. أزكى الورى وأجل من وطئ الثرى قدرا، وأكرم شافع ومشفع زكاه ربه وشهد له خصمه. مثل أعلى قدوة حسنى، شواهد زهده وعدله لا تكاد تحصى. فمن ذا الذي يحصي جليل خصاله، وهن بحار ما لها من سواحل. وإني وإن أسهبت فيما جمعته، وجئت بأخبار صحاح جلائل، فما ذاك إلا لمعة من سنا ضحى، وقطرة ماء من بحار سوائل، وغيض من الفيض الذي عز حصره على كل عالم في الأنام وسافل. إذا جاء في القرآن تعظيم خلقه، فهل بعد هذا من مقال لقائل؟ ولو كان في تبيان سحبان وائل. فصلى عليه الله ما هبت الصبا، فهزت غصونا بالضحى والأصائل. بتلكم الأخلاق سجل أتباعه صلى الله عليه وسلم صفحات واسعة النطاق،
عذبة المذاق تعطر الآفاق، حق لها أن تكتب بسواد الآماق على صفحات الخدود والأعناق. تحكي الرياض فتحت أزهارها، بل كالحسان تفككت أزرارها. أضحى يسير بكل أرض ذكرها، وكذا النجوم أجلها سيارها. هذا أبو بكر رضي الله عنه، زاهد الأمة الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. له في ماله هدم وفي علياه بنيان، بذل ماله كله لله غير مرة، وما نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مال قط كماله. كان يقضي بمال أبي بكر كما يقضي الرجل في مال نفسه، ويعلنها أبو بكر غير ما مر: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. أسلم وله 40,000، ومات وما ترك دينارا ولا درهما إلا عبدا حبشيا وبعيرا ناضحا أمر أن يبعث إلى عمر بهما. مضى وله في كل سطع مآثر بدت وهي في جيد الزمان قلائد. إمام بكى من فقده كل ساجد، وما برحت تبكيه حتى المساجد. وذا عمر رضي الله عنه في دوحة الزهد نما فرعه، والغرس مهما طاب الثمر. لما ورد الشام صنع له طعام لم ير قبله مثله، فقال: هذا لنا، فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز الشعير. فقال قائل لهم: الجنة يا أمير المؤمنين. فاغرورقت عيناه وقال: إن كان هذا الطعام حظنا وذهب أولئك بالجنة لقد باينونا بونا بعيدا. ما مطعم الدنيا بشيء إذا لم تتبع عنه نعم الآخرة. وجاءه رجل يشكو له وهو مشغول بأمر أهمه، فقال له: تتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل أتيتموه؟ ثم خفقه بالدرة، ولما انتهى من شغله دعا بالرجل وأعطاه الدرة وقال: ضربني كما ضربتك. فأبى وقال له: قد تركت حقي لله ولك. قال: إما أن تتركه لله وحده، وإما أن تأخذه، وهذه الدرة. قال: بل تركته لله. وانصرف عمر لمنزله وصلى ركعتين، ثم جلس يخاطب نفسه: يا ابن الخطاب، كنت وضيعا فرفعك الله، وضالا فهداك الله، وضعيفا فأعزك الله، وجعلك خليفة، فأتاك رجل يستعينك على دفع مظلمة فظلمته. ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ وظل يحاسب نفسه حتى أشفق عليه من حوله رضي الله عنه وعمن ترضى عنه. وهذا ابنه عبد الله رضي الله عنه كان له حمار أعجبه فباعه، فقيل له: لو أمسكته؟ فقال وقد عكف قلبه على الله: لقد كان لنا موافقا، ولكنه ذهب بشعبة من قلبي، فكرهت أن أشغل قلبي بشيء دون الله. كشهد شيب بالماء الزلال، ولولا أنها كلم لكانت عقود نحور ربات الحجال. وقدم لأبي عبيدة رضي الله عنه وهو بالشام طعام قل مثله، فقال: أطعمتم الجند مثله؟ قالوا: لا يتيسر مثله. قال: لا حاجة لي فيه، بئس المرء أبو عبيدة إن صحب جنده فاستأثر عليهم بشيء يصيبه. حروف تهش إليها النفوس وتلقى القلوب بلا آذن. وذا معاوية رضي الله عنه منهاجه العدل وقمع الهوى، وما لذا المنهاج منهاجي. أتاه رجل أيام صفين وقال له: اصطنعني فقد قصدتك من عند أجبن الناس وأبخلهم وألكنهم. فقال: ما مضمونه؟ من تعني؟ أجبني بالصريح ولا تكني. قال: إنه علي. قال: كذبت يا فاجر، والله ما كان الجبن منه قط، ولو كان له بيتان من تبر وتبن لأنفق تبره قبل تبنه، وما رأيت أحدا يخطب أحسن منه. قم قبحك الله، لا أنا منك ولا أنت مني. ثم محى اسمه من الديوان ليبوء بالخذلان والحرمان، ويسمو معاوية لأشرف منزلة ومكان. حاله أنا من علي وعلي مني، ما بيننا لا يقرب ولا يخرب، ما سبحت الحوت ودب العقرب. وإني وإياه كعين وأختها، وإني وإياه ككف ومعصم، مودته في مهجتي لا يزيلها خلاف، ولا يبلي الزمان جديدها. وذاكم السلطان صلاح الدين، ملك في زي مسكين، حكم أكبر دولة إسلامية في عهده، وهزم أقوى جيوش عصره. يقول عنه صديقه ابن شداد: ما مضمونه؟ ملك ما ملك، مات ولم يوجد في خزائنه سوى 47 درهما،
حاله مالي وللدنيا دنيا يعظم شأنها قوم وفي عيني تقل، إن لم تصل كفي لها فلدفعها رجلي تصل. وذاكم السلطان نور الدين، زهد وعدل ومتانة دين، لا يأكل ولا يلبس إلا من ملك قد اشتراه، من سهم أتاه من الغنيمة، لا يرى مالا أحل منه. أرسلت إليه زوجه تشكو الضائقة وتطلب زيادة النفقة، فاحمر وجهه وقال ما مضمونه لرسولها: من أين أعطيها ما يكفيها؟ والله لا أخوض نار جهنم في هواها. وليس الغنى نشبا في يد، ولكن غنى النفس ذاك الغنى. ولما كثر الشاكون من أن الأمراء والقادة يتعدون على أموال الرعية، قام ببناء دار للعدل يجلس فيها يومين في الأسبوع يتلقى شكاوى الناس من أمرائه وقادته. فارتدع أمراؤه وقادته، بل قال قائده أسد الدين لنوابه: والله لئن احضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه. امضوا إلى من كان بينكم وبينه منازعة فأرضوه وافصلوا الحال معه. خروج جميع أملاكي من يدي أسهل من أن يراني نور الدين بعين ظالم. ولما بلغت المقالة نور الدين سجد شكرا لرب العالمين، ومن شكر الله يلقى المزيد، ومن كفر الله يلقى الغير. وذاكم القاضي بن المظفر الحموي، شهد عنده الفرغاني وهو ذو وجاهة عند السلطان والوزير، فرد شهادته لأنه يلبس الحرير، فقال: تردني والسلطان والوزير يلبسان الحرير؟ قال: نعم، ولو شهدا عندي في باقة بقل ما قبلت شهادتهما. وإن عجمتم أنابيبي فلن تجدوا فيهن إلا صليبا غير خوار. وذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أزاح عن الرعية كل جور، وجدد من قواها كل عافي. هانت الدنيا عنده فردد كثيرا من شعره: ليس ملك يزيله الموت ملكا، إنما الملك ملك من لا يموت. وفي 2.5 سنين جدد للأمة دينها، ورد المظالم لأهلها، وملأ الأرض عدلا. وأصبح مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ يحيلهم على بيت مال المسلمين فأغناهم أجمعين. وذاع العدل في الغبراء حتى ظنن الشاء تأنس بالذئاب، ولاذ الناس في الأحداث منه بركن لا تزعزعه السوافي. فلو طار الأشج لكان صقرا، ومن عاداه أمثال الغداف. وذاكم الشيخ التركي سليمان حلمي، تعود ألا يشرب الماء بالقذى، ولم ترضى نفس الحر ما لم تعود. عمل في خدمة أمته طيلة حياته التي امتدت ل71 سنة. ولما صدر قانون تعطيل الشريعة وإلغاء المدارس الدينية وفصل معلميها الذين بلغوا أكثر من 500، وقف محرضا لزملائه المعلمين قائلا: إن الدين شرف لا يعلوه شرف، وإنا ضمانه. فلو قام كل منا بتعليم أمور الدين ل3 في البيوت خفية، لأمكن أن نربي 1500 فرد يمد الله بهم من عمر الإسلام في تركيا 50 سنة. ولما أحجموا خوفا صرخ فيهم قائلا: كيف تدعون وراثة النبوة وأحدكم عاجز عن تعليم ولده؟ وانطلق يعلم خفية بمفرده. استأجر مزرعة بعيدة يخبئ فيها طلابه كأنهم عمال له، يزرعون في الصباح ويعلمهم في المساء. يسافر إليهم متنقلا عبر 4 وسائل للمواصلات يوميا رغم مرضه وكبر سنه، ويعلنها غير مرة: إنا نخدم الإسلام ونقبل أن نكون مكان الأحذية في سبيله. حاله: نحن رحالة قصدنا مليكا عز في ملكه الذي لا يزول، اشترانا منا فقلنا ربحنا، لا نقيل يا ربي ولا نستقيل. على ذا عاش باذلا لأمته زاهدا في دنياه إلى أن لقي مولاه، وهو يقول لطلابه في آخر وصاياه: ما فحواه، لا يلهينكم القلق على المعيشة تأتي راغمة. حاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقد استحق الرعي من للماء يحيا والكلى. وذاكم السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية، يوفد اليهود له ثريا من أثريائهم ليعرض عليه هدية خاصة وقرضا لخزينة الدولة الفارغة على أن يسمح لليهود بامتيازات في أرض فلسطين المباركة. وما أتم كلامه حتى نظر إلى من أدخله عليه قائلا له: هل تعلم ما يريد هذا الخنزير قبل أن تدخله؟ فأقسم له بعدم علمه، فالتفت إلى اليهودي وقال له: اغرب عن وجهي يا سافل،
فخرج أذل من عنز جربة وأمة مغتربة، وبعث ببرقية يهدده فلم يأبه له، وحاولوا رشوته ثانية فأبى قائلا ما مضمونه: لن أتخلى عن شبر من أرض فلسطين الأبية، لأنها ليست ملكا لي بل هي ملك الأمة الإسلامية، ووالله إن عمل المبضع في بدني أهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وأوثر أن ينال دمي ومالي ومحبوبي عزيز لا ينال. وحاولوا ثالثة فقال: والله لا يكون ولو دفعتم ملء الأرض ذهبا، لقد خدمت الأمة المحمدية ما يزيد على 30 عاما، ولن أسود صحائفي وصحائف الدولة العثمانية بالخيانة والعار أبدا. والحال لا، يا قلب كن حجرا إذا ما قلبوه كان صلدا، ولا تك قط في يوم ذليلا لشرق ضل أو غرب مرابي، فالذل موت للفتى والعز في الدنيا الحياة. إنهم أتباع رسول الله، أولئك الذين هدى الله، متى صدأ الناس لا يصدؤون، كأنهم الذهب الأحمر، نقيون من كل ما شانهم، بريئون من كل عار وذام، وليدهم في حجا كالكهول، وواحدهم مثل جيش اللهام، كأنك منهم على يذبل وإلا على هضبة من شمام. يا أيها الراكب المزجي مطيته، يطوي بها الأرض من بيد إلى بيد، هذه مواردهم ليست بناضبة، وذا الطريق إليها غير مسدود، لا تترك الماء عدا في مشارعه، وتطلب الري من صم الجلاميد. أيها الجيل، متاع الدنيا قليل، إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ما لابن آدم منها إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، فآثرا ما يبقى، ضحي بالتي تجري من تحتها الأقدار، وابذل كل نفيس للتي تجري من تحتها الأنهار، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فخذ ما حل واحذر ما حرم، واتق الله وأجمل في الطلب، وإن رابك الأمر لا تأته، وإن خبث الزاد والي الطوى. أيها الجيل، فقير كل ذي حرص، غني كل من يقنع، لأن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. ارضى بما قسم الله، ولا تطلب الرزق بمعصية الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بغير الله ما سدت فاقته، وما خلق الله خلقا فضيعه، ولو فر عبد من رزقه لأدركه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وإنما الأنفاس معدودة، وأطيب المأكول من نحلة، وأفخر الملبوس من دودة. فاجعل مرادك يا أخي الآخرة، واعلم بأن العيش عيش الآخرة. أيها الجيل، قليل جميع متاع الغرور، وطالبه من قليل أقل، ولكن قليل يصون الوجه غير قليل. فإما شئت أن تحيا سعيدا سالما راضي، تصبر وازهدا واقنع، ولا تأسف على ماضي. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إن الغني من استغنى عن الناس، وقد هان على الناس من احتاج إلى الناس. أيها الجيل، عدلا في الغضب والرضا، فما اكتسب المرء أنجاله من العدل عند الرضا والغضب. العدل العدل، لا قدست أمة لا يحكم فيها بالعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، اتقوا الله وبين أولادكم وأهليكم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وخذوا على يد السفيه والظالم واعدلوا، واحذروا ظلم من لا ناصر له إلا الله واعدلوا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، واذكروا وتذكروا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والمقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقسط في الناس لا يشرى بهينمة، ولا ينال على مكر وتمويه. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. أيها الجيل، حذار الظلم، إن الظلم شؤم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ومما جرى كالوسم في الدهر قولهم: على نفسه يجني الظلوم ويجرم. يلقى الزيات وزير المعتصم والواثق في تنور مملوء بالمسامير، وتوقد عليه النار مرة بعد مرة، حتى هلك في قعر ذلك التنور الذي أعده هو بنفسه،
ليعذب به من لا يثق به ممن حوله، ومن أعد حفرة لغيره يسقط فيها غافلا في سيره. وكم من دولة ظالمة هوت في ساعة كان غالب الناس يعتقد بعد تلك الساعة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. باتوا على الظلم بغيا آمنين، وكم ثعالب صكها في النوم ضرغام. إن شاد قوم على البركان صرحهم، فالويل للصرح من نار البراكين. وما للذي يبنى على الظلم رافع، وما للذي يبنى على العدل هادم. أيها الجيل، رويدك جانب ركوب الهوى وجانب معاونة الظالم سنة ماضية ومقولة خالدة: من أعان ظالما بلي به. الخائن ابن العلقمي كان سببا في تقويض الخلافة العباسية بممالأة هولاكو، وكانت نهايته على يد هولاكو. وثعلب الصحراء قائد الألمان ذراع هتلر كانت نهايته على يد هتلر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. أيها الجيل، إنما دنياك يوم واحد، فإذا يومك ولى لم يعد. قعد الراضون بالدون فقم، إنما الماضي إذا هم عزم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلى. الشباب متعلق آمال الأمة، أساس كل نهضة، عماد كل حركة، روح الأمة بصادق الهمة. والشاهد شباب السلف واحدهم بأمة. وما عجب إذا سبقوا لفضل، فإن السبق من شيم العتاق. مصعب والزبير وطلحة وسعد وعلي فتية تحملوا الجوع والحصار في سبيل الله، وأكلوا ورق الشجر ولم يتجاوزوا 17. نعيم بن مسعود ما إن أسلم حتى خذل جيوش الأحزاب فحلت بهم الهزيمة. معاذ ومعوذ فتية في سن المرحلة المتوسطة اليوم، همهم في يوم بدر أن يقتلوا قائد الشرك أبا جهل لأنه يسب رسول الله، فما زالوا به حتى جندلوه. في أحد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وزيدا والبراء وابن عمر، ثم أجيزوا في الخندق وهم أبناء 15. وعمير بن أبي وقاص يتوارى يوم بدر عن رسول الله خشية أن يستصغره ويرده، ورده لصغره فبكى، فأجازه ليكرمه الله بالشهادة وهو ابن 16. وزيد بن ثابت أسلم وهو ابن 9، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهو في 11. كتب الوحي لرسول الله وتعلم لغة اليهود في 17 يوما ليقرأ كتب اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جمع القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه. وابن عباس فتى الكهول ترجمان القرآن وحبر الأمة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 قد جمع المفصل كله. وعمرو بن حزم استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل نجران وهو في 17. وربيعة الرأي على حداثة سنه في مجلسه مالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة. وأحمد يتيم في عناية أمه يطلب الحديث وهو في 16، ويحج ماشيا بكتبه وهو في 20 من عمره. والبخاري قرأ الكتب المشهورة وهو ابن 16، وصنف في قضايا الصحابة والتابعين وهو في 18. هكذا كان شباب الأمة، ولذا شادوا صروح العزة ومضوا شرقا وغربا فاتحين. والخير باق مستمر، فكن أنت على الأثر وخذ لها بحرا وبر. خل السكون منتصب بهرا لنفس لا تكون طموحة، ولها إلى طرق المعالي مسلك. إن المعالي لا تعطيك صهوتها، وما سعت لك رجل في مساعيها. ومن طلب المعالي بالتواني سيدركها إذا شاب الغراب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سووا صفوفكم فالخطب مجهام. إن التفرق للأوطان هدام. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فإن تفعلوا تخنع لكم أسد الشرى، وإلا عثت فيكم صغار الثعالب. وحدة المسلمين اليوم فريضة، والوقوف صفا واحدا في وجه أعداء الأمة ضرورة. والواحد ولو كان مسعر حرب مغوار لا بد له من رجال. خيط القطن الرفيع طفل يقطعه، وعدد كثير منه يتعذر على أقوى الرجال قطعه. وقطرة من غيث تنزل لا تخد الأرض ولا تحرك الرمل، وقطرات مجتمعة سيل جارف يخد الأرض ويقتلع الصخر. كل جمع بلا اتحاد وإن كثر جمع قلة وله الذلة. لا تملك أمة ما نملكه من أسباب الوحدة،
بنيان واحد، جسد واحد، ديننا واحد، أمة واحدة، عنصر واحد، لغة واحدة، همنا واحد في حياة وموت، من حدود الرباط إلى حضرموت، والكل صيد قد رماه الصائد. فاللحمة على الكتاب والسنة للجم كل عابث بأمن الأمة وأمن بلاد الحرمين خاصة، لأنها بيضة الأمة وقبلة الأمة ومأرز الإيمان وروح الأمة. الاتحاد أمر يدعو إليه الدين ويوجبه العقل ويؤيده التاريخ، ما أخذت به أمة أو قبيلة إلا على شانها وعز سلطانها وهابها أعداؤها، وما أفلحت بين الأنام قبيلة إذا ابتليت يوما بداء الضرائر. فكونوا كجسم واحد إن تألمت له شعرة تلقى الجميع تألما. إن المصائب علمت كدر القطا، كيف التآزر والضباء السنحا. ومن يعتصم بالله يمس معززا، ومن يغفل عنه تطأه المناسم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأمنن عدوا ولو دنا للمنية، فحية السم تدعى في حالة الموت حية. الصفويون الفرس وأذيالهم من الحوثية والنصيرية وحزب الله وأبي رغال وابن أبي وابن ملجم أعداء الأمة أو أدوات الأعداء، إنهم أهل الشقاق بل وأنصار النفاق، وحمير بيد الأعداء تساق، ومطايا لجميع الغادرين، وقناطر كلما أطرق حادينا عليها يعبرون، وقباقب حسب المقياس دوما يلبسون. خونة لم يسجل لهم موقف في نصرة الإسلام وأهله، بالأمس يتحالفون مع التتار واليهود والصليبيين، واليوم مع كل مخرب وعدو للدين. ففي الشام والعراق واليمن بهمجية يفجرون ويذبحون ويحرقون ويهددون ويهجرون، يهدمون المساجد والدور ويقتلون العلماء والرموز، وبالموت لأمريكا يجعجعون وما هم إلا بغالها، يسيرون في ركابها وينفذون مخططاتها. سقط القناع وانكشف المستور، وبانت الحقيقة والصبح ما فيه لعين ريبة. استبان سبيل المجرمين، وعلى الأمة أن تحذره، وظهر مكرهم وكيدهم، وعليها بالحزم والحسم أن تبطله، مستعينة بالله إن الله سيبطله، مدركة حقيقة من صلب عقيدتها إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أظهر الذئب غدره فأعدوا له العصا، عصر التغاضي أدبرا، صار القطار نافثا دخانه وصفرا، والثور إن جن فلا دوا سوى أن ينحرا، تبا له من لم يعش ولم يمت غضنفرا. يا جندنا المرابطين في ثغر الجنوب وفي كل الثغور، يا جندنا في الشام واليمن يا أيها الأبرار، يا من نفضتم عن عزائمنا الغبار، يا من غرستم في فؤاد الفرس رمحا سوف يسقيه المنون بإذن من أنزل نون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إنها البيعة مع الله، لا يبقى معها للمؤمن شيء في نفسه ولا ماله يمسكه دون الله وجهاد في سبيله، والثمن الجنة، وهو ثمن لا تعدله السلعة، ولكنه فضل الله ومنه ووعده الذي كتبه على نفسه. ومن أوفى بعهده من الله فاصدقوا الله وأحسنوا النية، ولا تعجبوا بكثرة أو قوة، واحذروا المعصية، واستحضروا ما أعده الله لمن جاهد في سبيله من نصر وأجر وغنيمة أو شهادة وكرامة. لن تمس النار عينا باتت تحرس في سبيل الله، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة. لا يجتمع دخان جهنم وغبار في سبيل الله في جوف عبد أبدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. صرخ بها حرام بن ملحان رضي الله عنه فرحا، والدم ناضح على وجهه، والرمح غرز في ظهره، وخرج من صدره: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، سحرها يفعل بالألباب فعل البابلية. أي جندنا الأخيار، حرصا على الموت توهب لكم الحياة. فاز ابن ملحان وأنتم شبله، والأسد يتبع شبلها رئبالها. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تضيق الأرض في نظر الحبارى، ويأبى أن تضيق به العقاب. والنية النية، فصاحب النقب سعد ليس يعرفه،
والله يعلم من للجيش قد نقب. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خير سبيل المال تفريقه في طاعة الله وتمزيقه. كونوا الكرام السابقين إلى العلا قبلا وبعدا، من شامكم شام الحياة وشام برق ندى ورعدا. في أمتنا اليوم فقراء لا مال لهم، نساء لا عائل لهم، أيتام لا يجدون قوت يومهم، مشردون لا مأوى لهم، مظلومون لا ناصر لهم، أسرى لا فاك لهم، جرحى لا دواء لهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يا ابن الإسلام، أطعم جائعا، أسعد عائلا، انصر طريدا، أنقذ شريدا، اكفى اليتيما، اكس عاريا، داوي جريحا، جاهد بالمال وأنت قاعد، وبه صم وأنت آكل شارب، به علم القرآن وادعو إلى سبيل ربك وأنت في بيتك، واغتنم غناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. لا خير في المال إلا أن تقدمه، إن لم تقدمه ما ترجو من المال. من أنفق نفقة في سبيل الله كتب الله له بها 700 ضعف، هذا أقل الموعود، والله يضاعف لمن يشاء. ومع ذا فالشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك بها لحيي 70 شيطانا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فعاجلوا الفرصة قبل الردى، وأنفقوا من مال الله، واتقوا النار ولو بشق تمرة. الخلف والمعونة من الله، من أكثر أكثر له، ومن أقل أقل له، ومن أمسك أمسك عليه. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقد ربحت تجارة من كانت له تجارته. أيها الجيل، عش مبتدا ولا تكن محض خبر، وفاعلا على المدى له أثر. إن كنت تطلب عزا فادرع تعبا، أو فرض بالذل واختر راحة البدن. اضرب في الأرض وابتغي فضل الله، وامشي في مناكبها وكل من رزقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة. تاجر غير مرة، تاجر مع خديجة، وتاجر مع عمه، وتاجر صحبه كالصديق وعثمان وطلحة. وما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأفضل الكسب عمل الرجل بيده. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله بيده، ونبي الله داود كان يأكل من عمل يده، ونبي الله موسى يرعى الغنم للرجل الصالح على أن ينكحه ابنته، ورعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراريط لأهل مكة. وعلماء الأمة اشتهروا بالمهنة كالبزاز والجصاص والخواص والزجاج، وما ضرهم. وذا شيخ الإسلام يؤثم المسلمين بعامة إذا احتاجوا لصناعة ولم يجدوا فيهم من يغنيهم عن الذل والتبعية لغيرهم. من الضيم أن نبغي جميع متاعنا من الغرب حتى ما به الدار تكنس. عجبت لمن يكسوهم الخصم ذلة وهم يقتنون الثوب منه ليلبسوا. ومن لم يكن من كفه متنفسا فليس له من أنفه متنفس. فتغلب على العوائق واجعل كل ما لا يرام مما يرام، واحذر بأن تبقى ضميرا غائبا أو لا محل له من الإعراب. يا أهلنا في الشام واليمن وليبيا والعراق وبورما وسائر الآفاق، صبرا، فمن وقع البلاء بعلمه فبرحمة منه البلاء يزال. للنائبات وإن يطلن زوال، والصبر تصغر دونه الأهوال. إن الله مع الصابرين ويحب الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أرى محن الزمان مقدمات على منح يجود بها الإله. محن الدنيا لم يسلم منها نبي مرسل ولا ملك مكرم ولا أحد من البشر، ولم تدم محنة أبدا. نبي الله يوسف رمي في الجب مرة وعرضت عليه الفتنة ودخل السجن مدة، ثم خرج ومكن الله له وعلى خزائن الأرض جعله. من السجن إلى ملك مصر إن في ذلك لعبرة. وذاكم الوزير المهلبي يتمنى يوم اللقمة لحم فلم تتهيأ له، ثم يتمنى الموت من الفقر والإقلال، ويقول من سوء الحال: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني مما يليه. وتدور الأيام ويتولى الوزارة، وتملأ الموائد أمامه بأصناف اللحوم والأطعمة، وتوضع ملاعق الزجاج على المائدة، فلا يأكل لقمتين بملعقة واحدة، بل كل لقمة بملعقة مغايرة. إن في ذلك لعبرة. طول الغمة يطمع في انقضائها، واشتداد الأزمة يوحي بانفراجها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا دائما. فلا تقلق وإن لاقيت هما يقبض النفس
فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس، والصبر والتقوى دواء، والأمر يقضى في السماء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه أكبر. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قبيح بملدوغ من الوكر مرة إذا عاد مغترا إلى الوكر ثانية. إن الكريمة ينصر الكرم ابنها، وابن اللئيمة للئام نصور. الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا، قالها أحد شعراء الغرب يوما ما، وحاول كثير من كتاب الشرق والغرب أن يثبت عكسها، لكنها الحقيقة التي أثبتت مع الأيام نفسها. الكفر ملة واحدة يوالي بعضهم بعضا، ولن يرضيهم إلا أن نكون مثلهم كفارا، وإن سالمناهم وهادنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علينا ألا نعول عليهم في إعانتنا أو استرداد حقوقنا. ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك. التعويل عليهم ليس طريقا لأمن شرهم، بل هو الدمار، وإن منا بغير ذاك شيطانهم. والحزم ونحن أهله أن نأخذ بالنصيحة العمرية التي قال فيها: يعجبني الرجل إذا سيم خطة ضيم أن يقول بملء فيه لا. الضيم لا يرضاه مسلم لنفسه ولا لأمته التي هي خير أمة، تحرص على الموت في سبيل الله حرص عداها على الحياة. أقدمنا والحزم أن نصمم، وبدأنا والأمل أن نتمم. لسنا الأذلاء الذين لهم عن العليا جنف، فلنا على درب الكرامة من أرومتها سلف. ولسنا بمبتاع الحياة بذلة، ولا نرتقي من خشية الموت سلما. ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدم. وإنا لموقنون بنصر الله لنا على أعدائنا، متى ما مضينا على منهاج ربنا وبه اعتصمنا وإليه التجأنا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وما الأقدام تعدل بالهوادي، وما خف يسوى بالسنام. أيها المربون الأبرار، كل بنيان على الباني دليل. لا تكونوا السيل جهما خشنا، كلما عب وكونوا السلسبيل. رب عين سمحة خاشعة روت العشب ولم تنس النخيل. بالحب والرفق بذلا في تقوية الحصون الداخلية لناشئتنا، فهي مهددة بشبهات عظمى وشهوات وإغراء. ودفعا لهم لحلق العلم والعلماء دفعا، بل حدوا لهم حدوا. وغرسا لرقابة الله وتعظيمه في نفوسهم بالقدوة الحية التي تتمثل الوحي حسا ومعنى. وعرضا لأمثال قصة يوسف مع امرأة العزيز يوم واجه الإغراء بقوله معاذ الله، وقصة الراعي مع ابن عمر حين أعلنها مدوية في فجاج مكة. فأين الله؟ فإذا ما عرضت له شبهة ذكر الله ورد الأمر لأهله قائلا آمنت بالله. وإذا ما دعته نفسه لشهوة محرمة صرخ من أعماق قلبه معاذ الله إني أخاف الله، وإني حرون عن ديار مريعة، وكم ساق لي عزا طويل حراني. وقبل الوداع خذها قيمة من ابن القيم رحمه الله: اشتري نفسك اليوم فالسوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك البضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل أو كثير. ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. ما أغفلنا عما يراد بنا ومنا، ومغفرتك يا رب أوسع لنا من ذنوبنا، ورحمتك أرجى من أعمالنا. مختصر القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فخير الهدى هدي خير الورى، وشر الأمور اتباع الهوى. أخيرا أيها الأخيار، دونكم جونة العطار، سلع الزهد وحمى العدل، رياحينها قد ملأنا الفضاء، فلم تخل من عطرها ناحية. على كل مائسة صادح، وفي كل وارفة شادية. علل العيس وحثحثها قليلا، علها تدرك من سلع مقيلا. وأجل ذكر الحمى في سمعها، فبه تطوي الفلا ميلا فميلا. سر بها القصد إذا ما فترت، فإذا ارتاحت فسيرها الذميلا. ووداعا وإلى ملتقى إن لم يحل من حائل. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار منها نجنا برحمتك. واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا،
ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى ما نعلم منها وما لم نعلم أن تجعل بلادنا بلاد الحرمين خاصة وبلاد المسلمين عامة واحة أمن وأمان وإيمان ما دام النيران يا بديع يا منان. ومن أرادها بسوء أو فتنة أو عبث بأمنها أو إيمانها فكله بالمرصاد وأهلكه هلاك عاد. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تكون لولي أمرنا وجندنا المرابطين وعلمائنا على الحق مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك يا رب أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين والباغين. اللهم أعطهم من الخير فوق ما يرجون واصرف عنهم من السوء فوق ما يحذرون وأذل بهم أعداء الملة والدين. ونسألك اللهم بعزتك وقدرتك وجبروتك وكبريائك وعظمتك أن تذل الطغاة الصفويين وأعوانهم وأذنابهم من حوثية ونصيرية ومشركين ومنافقين ومخربين وعابثين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رباه يا رب العباد وناصر المستضعفين يا قاصم المتجبرين ويا أمان الخائفين يا من يقول إذا أراد الشيء كن فورا يكون. احفظ بلاد الحرمين واحفظ شآما واليمن وعراقنا والمسلمين وأذل جمع الظالمين واشف صدور المؤمنين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم الأخيار وباعد عنهم الفجار والأشرار يا واحد يا قهار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة وإيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونسأل الله عظيم المنة أن ينصر الحق وأهل السنة. والحمد لله ختاما وابتداء ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. جزى الله الشيخ على هذه المحاضرة وجعلها في موازين حسناته يوم يلقى ربه. وإلى أن نلتقي في إصدار قادم تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف 54344267. ويمكنكم مراسلتنا عبر الواتساب أو الانضمام لمجموعة واتساب